دلوقتي هنتكلم على أهم الحاجات اللي بتسهل علينا إن احنا نشتغل. في ناس كتير أوي بتيجي تشتغل تفريغ، بس مع الأسف بتاخد وقت كتير جدا. يعني ممكن يوصل، لو هي مثلا بتفرغ نص ساعة، مثلا ممكن تاخد منها 12 ساعة أو ممكن تاخد منها يوم. لو انت بتتكلم بقى في 50 دقيقة ساعة، التاسك بتاعك ممكن ياخد منك يومين تلاتة كمان، وفي ساعات بيبقى أربعة على حسب الشغل. انك طبعا بتتعب وبتضطر انك انت تريح وكده. أهم حاجة وانت بتشتغل تفريغ، ما فيش خالص حد يقعد يفرغ أو يشتغل أيا كان الشغل ومعاه الموبايل في إيده. بصراحة يعني انت المفروض بتركز ومفيش حاجة تشتتك. الموبايل ده مجرد ما هتمسكه، هم عاملينه عشان انت تدمنه. بيقعدوا يبعتوا امواج وبيبعتوا حاجات معينة للعقل البشري ونبضات معينة عشان انت ما تسيبوش من ايدك. فهم بيدخلوك في حالة الادمان. وحتى كان في بحث فرنسي قال ان اللي بيمسك الموبايل ده كشفوا له جسمه، حللوا له الناس اللي قبل ما تمسك الموبايل وبعد ما مسكت وساعة ما تمسك الموبايل، لقوا ان هو بيفرز الجسم حوالي 14 ولا 18، مش عارفة العدد كام بالظبط، سيجارة حشيش. يعني كأنك شربت حشيش، مخدرات وانت بتاخده. العقل بيفرز مواد كده هوت كيميائية، بيخليك في حالة من الخمول ومن ايه التخدير. وده الحقيقة أي حد ممكن ياخد باله منه، لأنك أنت مجرد ما هتشيل الموبايل من إيد شخص مركز قوي فيه، هتلاقيه ممكن كمان يقوم يكسر أي حاجة أو ممكن يعمل أي حاجة. مش شخص طبيعي أبدا. وهتلاقي الأطفال اللي بتبقى معاها موبايلات بتتحول مع الأسف، مش من ما بتبقاش أطفال. لو أنت منعت له أي حاجة ممكن يعمل أي حاجة، وبيبقى شخص عصبي جدا ويعني عنيف. فمجرد الموبايل الإنسان بيمسكه ده بيدمر حاجات كتير قوي في أعصابه. فإحنا ابعد عن الواتساب، ابعد عن أي حاجة وانت ماسك وانت بتشتغل، بالذات التفريغ عشان انت لازم تركز في كل حرف. ده سبب أساسي انك انت بدل ما تخلص الحاجة مثلا في يوم، لا انت بتخلصها في يومين تلاتة. طب في ايه تاني ممكن يخلي الواحد ان هو يشتغل بسرعة؟ اولا لما تيجي تشتغل اي حاجة في التفريغ، حاول انك انت لو انت هتشتغل قص وهتشتغل كتابة، يعني انت هتحدد المقاطع الصوتية دي وتقصها، او انك انت هتكتب كلام عادي. فانت حاول انك انت اول حاجة عشان ما تنكش رايح جاي رايح جاي، انك انت تقص التاسك كله او حتى ايفن نصه، وبعديها تبدأ الكتابة. ماشي؟ عايز تجزأه جزأه، بس الفكرة انك تقص كمية ورا بعض عشان توفر الوقت اللي كل شوية تنقل يمين شمال، تنقل من تحت لفوق وهكذا، وتحدد السبيكر والحاجات دي كلها بتاخد وقت كتير جدا. يعني انا عايزة اقول لكم مرة عملت تاسك قعدت فيه تقريبا قعدت فيه تقريبا بتتكلم في حوالي ساعتين. التاسك اللي قبله عشان اقصه واكتبه خد مني حوالي 6 ساعات. انتوا متخيلين الفرق؟ ونفس الوقت، يعني ده كان نص ساعة تقريبا وده تقريبا كان نص ساعة. فانت حاول على قد ما تقدر تقص وبعديها تكتب. يعني الكتابة لما بتبقى ورا بعض بتبقى سهلة. طب في ايه تاني؟ انك انت تستخدم في اي منصة انت فيها، بتستخدم الكيبورد. في عندك حاجات في الكيبورد في لوحة المفاتيح بتسهل لك كتير قوي التنقل يمين وشمال، بدل ما انا كل شويه امسك الماوس أو اعمل ما اعرفش إيه. لا هنا هوت بتبقى حاجه حلوه. يعني احنا عندنا في شوجيه جايه هنا هوت عشان حياة اقدر ان انا الخلوية إن انا بكتب عادي. هو المفروض انا لو احب ان انا شغالة اختار اي حاجه بدوس عليها كليك تشتغل، يا اما بدوس سبيس تشتغل. سبيس عايز توقف، معاك سبيس ايه اللي هي المسافه، اللي هي المسطره اللي عندك في الكيبورد، تدوس عليها يشتغل التاسك، وادوس عليها تقفل. ماشي؟ طب انا مثلا عايزه انقل للسيجمنت دي، اجي اقف هنا اهوت. لو انا وقفت وانا بكتب، لو جيت دوست سبيس، بصوا بتعمل سبيس هنا اهو، بتدوس المسطره هنا مش هتفتح ولا تنقل. فانا هعمل ايه بالظبط؟ خلوية النت شغالة عادي معاك أو مع حضرتك. خلوية النت بعمل ان انا معايا مفيش تليفوناتكم مشكلة وشغال على موبايلاتي بصوا عشان التانية مفيش مشكلة. اميزها لكم معايا مفيش برضو، تليفوناتكم مشكلة وشغال. هكتب لكم حاجتين. ماشي؟ عشان بس نميز بين السيجمنتين. ماشي؟
فايه اللي هتعمله؟ هتقف في السيجمنت وانت بتكتب، مش هتاني كل شويه ادوس على الماوس بقى واتحرك، شغالة لا معايا هعمل ايه؟ مفيش هعمل مشكلة تاب، شغالة. هدوس على التاب وهدوس حرف الاي. بصوا مجرد ما هدوس تاب وبعديها اي، خلوا طب بالكم مش شغالة مع هندوس حضرتك الاتنين مع ازاي بعض، هندوس البيانات؟ التاب كده وبعدين نشيل شغالة تمام صباعنا وبعدين تمام يا ندوس فندم. الاي. تمام. تاب وبعديها اي. طب ده بيعمل ايه؟ بيخليني اروح للي بعدها، التالية، بعدها اوكي. طب انا عايزه ارجع بقى للي ورا، للي انا كده الحاجات اللي انا شغالة تمام. عملتها، طب شغالة مع هروح حضرتك دايس برضو ازاي تاب شغالة معايا مفيش تليفوناتكم؟ مشكلة وشغالة على الموبايلات التانية مفيش وحرف مشكلة. كيو. البيانات الخلوية النت شغال. يبقى سهلة، يبقى تاب اي، حرف الاي اللي هو حرف الثاء في اللغة الكيبورد العربي، يا اما تاب وايه وحرف الضاد شغال او حرف عادي الكيو، معاك او مع حضرتك. وبعدين اروح دايس هنا البيانات اهوت بالماوس، الخلوية اعمل النت كليك شغال واطلع. عادي ماشي، معاك او مع الموضوع سهل حضرتك. وبسيط وما فيهوش البيانات اي الخلوية مشكلة. النت شغال عادي معاك او مع حضرتك. البيانات طب انا دلوقتي بكتب، الخلوية النت شغال عادي. انا دلوقتي بكتب عادي وعايزه اوقف التاسك بتاعي اللي هو بيتكلم، اعمل ايه؟ اعمل تاب وبعديها هوقف بالتاب سبيس وايه، وهقفل بالتاب ايه سبيس. ماشي، يبقى التاب دي لو انا عايز اتحرك وانا بكتب في ايه، في اللي هي التفريغ بتاعي. هتلاقي دي تقريبا برضو اعتقد هتكون حكايه التاب دي بتبقى شغاله في منصات كتير، بس انتوا اتاكدوا بس من ايه، من الكيبورد. طب بعرف الكيبورد منين؟ بدور على شكل اللي هو الرمز بتاع لوحه المفاتيح الكيبورد، وبلاقي كل ايه الاختصارات اللي هي في ده لو عايز السبيتش، ده لو عايز الباراجراف، ده لو عايز الاوديو، ده لو عايز الجنرال، وهكذا. مكتوب بالتشاينيز اروح اعمل رايت كليك وادوس على اللي هو ترانسليت، وهيترجم لي الحاجه لايه، للحاجه الاصليه. هنا مش باينه عشان انا اوريدي عامله ترانسليشن ليها، بس انا بصوا هعملها لكم تاني. باجي هنا هو واقول له شو اوريجينال وبعديها ادوس على الكيبورد، بصوا طالع لي just a minute. اوكي، بتطلع لي اوتوماتيك. المفروض يعني بتطلع انها ايه، بس انا عشان كنت مديها اوردر من الاول انها تترجم فهي بتترجم على طول. ماشي، فبصوا الحاجات دي هايفه وبسيطه، انت شايفها ايه يعني، ايه المشكله؟ انا عايزه اقول لك بتفرق معاك. يعني انا الحركه دي ممكن تفرق معايا مثلا 4 5 6 7 ساعات لو التاسك طويل، ان انا بس بحب امسك الماوس واحركها وارجع امسك الكيبورد. انتوا متخيلين الفرق قد ايه؟ فربنا يوفقكم وان شاء الله خير. ودايما اسالوا ربنا اي حاجه انتوا عايزينها، اسالوا ربنا هيرد عليكم في ساعتها. ربنا يوفقكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده هنوريكم الشكل الجديد لمنصه شو جيا جيا. زي ما انتم شايفين هي المنصه كالعاده بتدخل تعمل ساين ان، تختار التاسك بتاعك، تعمل ساين ان، وبعديها تحط الايميل والباسورد وتختار الرقم اللي هو يعني هو حاطط لك على جنب كده ارقام بتجمعها او تضربها، فانت تكتب الاجابه وتدوس ساين ان. لو انت ما عندكش حساب بتعمل طبعا حساب جديد خالص من الساين اوت. وبعديها هتدخل على المنصة زي ما انتم شايفين كده هوت. بتختار التاسك بتاعك على حسب النقابة اللي انت شغال فيها. شغل شو جيا جيا ما ينفعش لوحدك، لازم تبقى تبع نقابة، تروح تعمل نقابة، تشترك مع نقابة، تشوف بروجكت شغال، تشوف مجموعة شغالة، لكن ما ينفعش كده مع نفسك. اوكي، مش يعني الا نادرا يعني، عادة ما بيحطوش اي شغل للاشخاص، بيحطوا تبع مجموعات. المنصة دي صينية، بس انت هتقدر انك انت تحولها لأي لغة انت عايزها، انك انت بتقف في اي حتة في المنصة وبتعمل رايت كليك زي ما انت شايف في البراوزر ده المايكروسوفت ايدج، بنعمل ترانسليت تو انجلش، ولو جوجل اللي هو الكروم برضو بتدور على تعمل رايت كليك وتختار ترانسليت تو انجلش، بتتفتح لك زي ما انت شايف كده هوت المنصة بالانجليزي، الكلام كله بيتحول انجليزي. يعني انت ما تقعدش تعمل بالصيني وانت مش فاهم الخطوات ايه. لما انت بتشتغل عليها اكتر من مرة بتلاقي نفسك خلاص حفظت كل مكان، فانت تقدر انك تدوس على اي حاجة بالصيني
لكن المنصة الافضل انك انت تختار انها تبقى انجليزي. هو المنصة الحمد لله في الابديت الجديد بقت الكلام ده طبعا يا جماعة بتنفذوه على اي صفحة، على اي براوزر، اي متصفح، تقدر انك انت تطلعها باي لغة. بصوا انا عندي كام لغة، كل اللغات ديت كل دول العالم بختارها وبقول له done، وبعديها لاما اقول له دايما ترجم، لاما انا عن نفسي ما بحبوش يترجم اوتوماتيك، فبشيل المارك ديت، بشيل الصح، ولو عايزه ارجعه لشكله الاصلي بدوس على شو اوريجينال، بترجع زي ما انتم شايفين كده هو تشاينيز زي ما هي وكل حاجه تشاينيز. طيب دلوقتي احنا عندنا المنصه في الابديت الجديد بتاعها زي ما انتم شايفين عامله هنا هوت في ايكون، الايكون ده مكتوب عليه انجلش ومكتوب عليه اللي هو التشاينيز او الجونغبيون. اوكي، فانت دلوقتي هتختار انا عايز تشاينيز، عايز الانجليش. هي دلوقتي بما انها تشاينيز فحاطط لي سي اتش، لو انا عايز انجليش هعملها كده، هتقول لي عايز كذا كذا، هقول له اه. خلوا بالكم لما يطلع لكم الكلام دوت ما تدوسي وخلاص. انا عايزه اعرف، هو دلوقتي بيقول لي ان هو هيقفل الصفحه دي وهيفتح صفحه جديده، عشان الصفحه الجديده هتبقى بالانجلش. فانت لازم لو انت شغال على المنصه وعملت اي شغل ما ينفعش تدوس كده وخلاص. فانت عود نفسك لما يطلع لك اي رساله كده كل اللي هتعملها عليها دبل كليك، هيطلع لك المنظر دوت، سواء في الايدج او في الكروم او في اي حاجه. يعني اعتقد الايدج والكروم اللي فيهم خاصيه الترجمه سوري. هتعمل رايت كليك وتختار ترانسليت، ما تدوسي على حاجه غير ما تفهم انت بتدوس ليه. هنا بيقول لي the current annotation result will be lost when switching languages. Please confirm whether your current annotation result has been submitted. اوكي، فهنا بيقول لي خلي بالك تكير ان انت لو عملت اي حركه هتلغي الشغل اللي انت شغال. طب هتختار تكنسل ولا هتختار انك انت تعمل ايه؟ تكنسل ولا انك انت تدوس الحاجة صح. في عندك طريقة تانية برضو، عشان هنا هو ما كان يعني الزرارين اللي انا هختارهم ما عملهمش بالانجلش، فانا مش عارف برضو هختار ايه. ففي طريقة تانية انا عايزة اقول لكم عليها، ميزة ان هي طلعت الحركة دي هنا هوت، انك تفتح الموبايل بتاعك، في عندك الكاميرا، تفتح جوجل ترانسليشن، بتنزل جوجل ترانسليت وتفتح الكاميرا بتاعتك لأي ترجمة يا جماعة، دي في أي صفحة، ماشي؟ أي صفحة على الإنترنت او اي كتاب او اي حاجه، عود نفسك دايما تستخدم كل الادوات اللي ربنا اداها لك في حياتك. فانت كل اللي هتعمله انك انت هتختار اللغه وتترجم. هو مثلا انا عايزه اترجم من صيني لعربي او لانجليش، بدوس على الترجمه واختار ان انا عايز اللي هي تشاينيز سيمبليفايد، وادوس اروح اثبت ايدي على اللابتوب او على جسمي، واحاول اقول ان دوت هي دي الجمل اللي انا عايزها ولا لا. هنا طبعا في جوجل ترانسليشن بيقول لي ان دي يعني معناها انك انت موافق انك انت تقفل الصفحه ديت ويعملها ريفرش وينزلها بالانجلش، او هنا هو بحيث انك انت ناوي تلغي اللي مطلوب. فطبعا انا متاكدتش ان انا عملت حفظ ولا لا، فعملت الغاء وجيت هنا هو زي ما انتم شايفين المربع المقطوع منه حته ده عامل زي البيت، بدوس عليه وادوس كده اهوت. بصوا المنصه عماله تحمل زي ما انتم شايفين كده، بتقعد تحمل وبعديها هيطلع لي يقول لي ان هو سجل او ما سجلش. اوكي، لو ما فهمتش هي عملت ايه ادوس تاني لحد ما تطلع لي المسج اللي بتقول ان هو سجل. طب في حالة ان هي سجلت خلاص مفيش اي مشاكل، هاجي هعمل هنا هو زي ما قلنا هو قال لك انك انت ممكن كمان تعمل شيفت والت واس يعمل اوتوماتيك انها تبقى اوتوماتيك بتسيف. فانا برضو اتاكد يعني المنصه دي يا جماعه تكير، ما تخلوا بالكم ما بتحفظش اي حاجه لوحدها. بصوا انا هنا اهوت راحت طالعه لي المسج برضو وخلاص ان هي اتسيفت. طب هاجي هنا اغير اللانجوج بتاعتي واعملها انجلش وادوس له اوكي. انا خلاص حفظت، يعني انت بتحفظ الاماكن بعد كده مش هتقعد تترجم كل شويه. زي ما انتم شايفين المنصه كلها اتغيرت، بقت كلها بالانجليزي وبتحمل.
الخاصية دي طبعا ما كانتش موجودة زمان، بس دلوقتي الحمد لله في الابديتد الجديدة كلها هتلاقيها. هنا طبعا زي ما انتم شايفين في عندي هنا عامل السبميت بتاعي خالص، ده يعني انا سجلت ان انا كل شغلي سليم. وهنا الاسكيب، لو انا التاسك دوت مثلا انا بفرغ مثلا او بترجم مثلا انجليزي وهو جايب لي فرنساوي مثلا او فرنش، اوكي، فانا هعمل سكيب للاوديو. وهنا الانفاليد، لو هو حاجه مثلا واحد عمال يصوت ومش مفهوم منه حاجه بندوس انفاليد. طبعا الحاجات دي كلها ما بتجيش ناحيتها غير الليدر بتاعك اما تساله يقول لك اوكي خلص شغلك ويتاكد انك انت بتشتغل صح، فتدوس سبميت سوري. ولو انت بتعمل اي حاجه من الاثنين دولت مالكش دعوه بيهم الا الليدر بتاعك يقول لك الاوديو ده فعلا بايظ او صح. اهم حاجه انت كل شويه هتستخدم دوت زي ما قلنا اللي هو السيف، اللي هي بندوس على شيفت الت اس، ده هتلاقيها موجوده في لوحه المفاتيح بتاعتك في الكيبورد. ولازم اشوف المسج اللي طالعه لي دي. طبعا احنا قلنا من هنا اللانجوج، ومن هنا لو انت عايزها فول سكرين او لا. زي ما انتم شايفين هنا هو عدد التاسكات اللي فاضله، وانا خلصت كام تاسك. وهنا هو اسم الفايل، وهنا الوقت اللي فاضل. بصوا الوقت بينقص ازاي. انا فاضل لي يومين 22 ساعة. لو ما خلصتش التاسك اللي قدامي ده هيتسحب مني. وهنا هو الداتا انفورميشن، وهنا الوقت اللي انا بقالي 49 ساعة بشتغل على التاسك ده، ماشي. ده طبعا اسم المنصة، ما تدوسي عليه ابدا. بصوا انا هنا هوت كلها اسهم، لو جيت هنا هوت هلاقيها طلعت لي الايد. يعني انا ممكن ادوس على البتاع ده، لو دوست عليه هيقفل لك الصفحة دي ويدخلك على الويب سايت. هنا هو زي ما انتم شايفين الموجة الصوتية. الموجة الصوتية دي انا ممكن ارسمها عادي، اروح جاي هنا اعمل كليك واعمل دراج بعدها واعمل ايه، اسحب واشيل صباعي هلاقي بص اتعملت موجة. زي ما شايفين في هنا حرف الاكس، لو انا عايزة الغيها هدوس على الاكس دي. طب عايز اكتب فيها كلام، زي ما شايفين في هنا مربع اتفتح، بقعد اكتب الكلام اللي انا عايزه اعمله. مجرد ما بكتب هنا بيظهر هنا، فانا ممكن اختار من هنا واكتب، هيكتب هنا برضو مع ان انا بكتب هنا، او اكتب من هنا دايركت فبيكتب. طيب انا طبعا لما باجي اختار اي مقطع صوتي لازم احدد مين اللي بيتكلم. طب هعرفهم على اساس ايه؟ باجي اشوف من رقم 0، المنصة من رقم 0، واشوف كده هوت ايه، ده اللي بيتكلم اول واحد ولا ده تاني واحد ولا ده تالت واحد. طب في حالة مثلا احنا نوت ده بروجكت كول سنتر، فهو بيقول لي ايه ده اللي هو الولد اللي هو من خدمة العملاء اللي بيرد اسمه اوبريتور، ولا ده الكلاينت اللي هو العميل اللي بيسأل. فهو عملها او يعني اوبريتور اللي هو خدمة العملاء، وعندي اللي هو الكلاينت اللي هو واحد، ماشي، اللي هو الشخص اللي هو الزبون الاول زي ما بيقولوا. هنا لازم اختار السبيكر مين اللي بيتكلم وغير براحتي. طب انا لو اخترت السبيكر الاولاني لازم احدد هو ولد ولا بنت، والسبيكر التاني برضو ولد ولا بنت. طب في حالة ان البتاعة دي فيها حاجات معينة كده هوت، فبعملها لا فاليد لا انفاليد. فاليد يعني صالحة للاستخدام وهتقبض فلوسها وهتتحسب لك، invalid يعني بايظة ومش هتاخد فلوسها ومش هتتحاسب عليها. فتخلي بالك ما تحطش كله invalid، عشان اللي انت هتحطه valid هو ايه اللي هتتحاسب عليه. طيب زي ما انتوا شايفين هنا هوت الباراجرافز بتاعتي، في عندي رقم السيجمنت بتاعتي دي رقم 1، اللي هي بيتقال عليها ايه، بتبدأ من كذا وبتخلص من الثانية كذا، او جزء من الثانية كذا وبتخلص في الثانية كذا، وهي وقتها عبارة عن 442 ثانية، ماشي. وهنا هو بقدر اتحكم في السرعة بتاعة ايه السرعة بتاعة الموجة، ماشي. المهم هنا هو بنكتب، لو انا عايز انجليش بتبقى من ناحيتي، لو عايز عربي من ناحيتي. زي ما انتم شايفين هنا هوت في بعض التاجات يعني طوابع كده انا بعلم عليها في حالة ان انا ايه عايز اشتغل او لا، عايز اقول له الحاجة دي ايه. التاج الاولاني عبارة عن ان، ده بيقول لي ان هي لو انا في عندي دوشة كتير، هي اوكي، هي ما الدوشة دي
يعني في ناس بتتكلم وفجأة اترزع باب، فجأة صوت زمارة، فجأة كلب هوهو، في دوشة وخلاص. دي بنختارها الان. طب بنحطها امتى؟ زي ما انت شايف. فأهم حاجة في المنصة هي التاجات دي زي طابع، زي ما قلنا بيتحط، يعني بتبقى حاجات بدل ما انا اكتب دوشة ضوضاء وغيري يكتبها بطريقة تانية ازعاج. فمن الاخر كده هما بيتفقوا على صيغة معينة، كل اللي عامل في المنصة او البلاتفورم يشتغل بيها. فاحنا طبعا قلنا ان هي الان دي اللي هي، استنوا اكبر لكم الحجم الخط. يا جماعة لو انت مش شايف حجم الخط حاول تكبر من هنا. ممكن تيجي هنا لو منصة تانية وانت مش شايف فما تكتبش غلط، تيجي تكبر من الزوم. كل ما هتكبر من الزوم هيكبر معاك شكل المنصة. بصوا بتكبر ازاي. لكن يعني ما تكبرش قوي، عشان في ساعات بتبقى في حاجات مش باينة في المنصة وانت هتقعد تدور عليها ما تلاقيهاش، تفتكر ان المنصة ما فيهاش وما تعرفش تشتغل، زي مثلا اللي هي السيف، الترجمة، السبميت والحاجات دي كلها. فاحنا هنكبر الخط شوية ونحاول نفهمكم التاجات ديت بتعملوا بيها ايه. زي ما انتم شايفين مثلا انا بقول شكرا جزيلا لحضرتك، مع السلامة، وبعديها في حد في الوسط، مثلا في الحتة دي في حد راح جاي رازع الباب. انا في المنصة هنا في شو جاية باجي الاخر بعد النقطة واعمل سبيس وبعديها احط الان. حد تاني مثلا، دي معناها الان معناها النويز او الازعاج، ماشي، مش بكتبها، بختارها اختيار. طيب دي طبعا بتتحط في اخر الجمله، سواء هنا واحد كح، واحد عطس، باب اترزع، كلب هوهو، اي حاجه في اي حته هتتحط برضو في الاخر، ماشي. لازم اعمل سبيس بين التاجات وبين اي كلام حواليه. هنا لو واحد مثلا بيغني اغنيه، بيغني بصوته العادي وعمال يتكلم بقى، بيغني اي حاجه، مثلا ماما زمانها جايه، اي حاجه من الحاجات دي يعني. فمن غير موسيقى، ركزوا ان هو اللي بيغني مش تسجيل، ومن غير موسيقى. فهنكتب برضو اللي هي ال HM ديت في اخر الكلام. طيب هو قصده تقريبا ال HM ممكن اختصار ل Human Music، بس الله اعلم. بس يعني الفكرة ان هي راب، واحد بيقول كلام ورا بعض، موسيقى يعني، مش سوري، مش موسيقى، غنى، ماشي. يبقى هنا بنستخدم غنى، شخص بيغني مع نفسه من غير ألحان، من غير دندنة، من غير موسيقى. هنا بقى لو في انا مثلا واحد وانا بتكلم بقوله شكرا جزيلا، جه في الحته ديت راح قايل لي شكرا ليك، ماشي. فهو طبعا هو قال في الحته دي شكرا ليك، اوكي، في الحته دي هو يعني كلمه شكرا في الحته دي. فانا هروح جاي هنا في بدايه الكلمه اللي قبل ما هو يتكلم، وهروح حاطط الاوفرلاب. هبدا من هنا بص كلمه اوفرلاب وبعديها الشرطه دي، ماشي. وبعديها هاجي هنا خلصت الجملة، استنى كده واعمل سبيس، ابعد عن الكلام اللي هي كل وقت ده كان هو بيتكلم بيقول شكرا لحضرتك او شكرا لك، اوكي. هاجي هنا في الاخر خالص بعد ما اتاكد واسمع كذا مره واتاكد ان هو خلص كلامه خلاص وما بداش تاني في الكلمه التانية، واعمل اوفرلاب هنا زي ما انتم شايفين الشرطه الاول وبعديها الاوفرلاب. نخلي بالنا ما نكتبش يا جماعه، اختاروا التاجز. اي حد بيكتب المنصه ما بتقبلش وبيرفضوا يدفعوا لكم فلوس. بص، طول ما انت بتركز ان اي استهوان باي حاجه بنقولها، اعمل حسابك وانت قاعد ملطوع اسبوع واثنين وثلاثه الناس بتراجع الشغل الغلط، انك انت مش هتقبض، اوكي. فعشان بس نريح نفسنا من الناس اللي طول اليوم بتسال، يبقى هو اصلا مش عامل اي حاجه صح في الشغل، ولا عامل شغل عدل، وعايز يقبض وبس. لا، الشركه مش هبله، مش هتديك فلوس وبس، اوكي. فانت حضرتك تتكلف خاطرك كده وتتسلى كده وانت قاعد فاضي ما وراكش حاجه في الحياه، او حتى لو وراك، بدل عايز تطور نفسك وعايز تطلع من الام اللي انت قاعد فيه، يبقى حاول تغير طريقه تفكيرك، بمعنى انك انت تشتغل شغل صح. طيب انا دلوقتي في ساعات مثلا مثلا انا عندي اللي هي البتاعه ديت، وهنا جيت هنا بصيت لقيت واحد بيتكلم كلام يقولك امن مثلا، كلام مش مفهوم، فاختار الاي في اس. طب قال كلمه قال صح، ما كملهاش، هحط برضو الاي في اس. بصوا انا ما كتبتش اي كلام جنبها، مفيش كلام بيتكتب، هي بس التاج اللي بتتحط، لا احط سبيس ولا احط كلام ولا احط حرف.
بنستخدمها في الكلام المقطوع، لو قلتك صباح وكملتش. طيب بتستخدم كمان في ايه؟ في الكلام مش مفهوم. يعني واحد بيتكلم اي كلام كده اهبل، مش واضح النطق ايه، بستخدمها. طب ايه كمان الكلام اللي بنستخدمها فيه؟ في حالة ان اتنين بيتكلموا في نفس الوقت او تلاتة او اربعة والصوت مش واضح خالص، 10 بيتكلموا وانا مش فاهم هما بيقولوا ايه. ماشي. تلاتة بيتكلموا وانا مش فاهم خالص هما بيقولوا ايه خالص، الكلام مش واضح خالص. ماشي. ناس عمالة تزعق، ناس بتعمل اي حاجة، نحط الايه اي في اس. لو الاوديو كله نفس الحاجة دي، يبقى احنا بنعمله invalid. طبعا انت برضو ما تعملش تقول للليدر بتاعك ان في كلام غلط وهو اللي يعمل. طب في حالة بقى ان هو الكلام ده اصلا مش التارجت لانجوج، يعني انا دلوقتي بفرغ عربي، واحد جه قال لي good morning how are you، يبقى انا ايه؟ هحطه برضو في الجملة دي. خلوا بالكم احنا بنتكلم على الجملة بس، مقطع صوتي واحد في ال 450 مقطع اللي قدامي. ماشي. مش كله، لو كله هيبقى invalid، لكن لو هو مقطع واحد بس بحط الاي في اس. اوكي. يبقى اللي هي non target language، يعني مش اللغة المستهدفة اللي انا بفرغها. unclear speaking، يعني الصوت مش واضح خالص. ان هي تكون في overlap او في كذا حد بيتكلم في نفس الوقت وانا مش فاهم هو بيقول ايه. طب في ايه تاني برضو بحطه اي في اس؟ لو في صدى صوت مش، يعني تحس ان صوت مش بني ادم، يعني صدى صوت يعني سكوت بزيادة. يعني بصوا، اي حاجه انت مش المفروض تفرغها بتختار الاي اي في اس. ماشي. وزي ما قلت ما بتفرغش معاه حاجه، يعني الان والاتش ام والاوفرلاب ده كله بيبقى فيه كلام معاه، لكن الاي في اس لا. طب اللي بعدها بقى اللي احنا عندنا اللي هي باذن واحد احد، اللي هي الاو اي في اس. الاو اي في اس دي بقى بتستخدم في ايه؟ عشان في ناس كتير قوي ما بتفهمش الفرق بين الاي في اس والاو في او اي في اس. دي بتستخدم لو صوت مش بني ادم بيتكلم. بمعنى ايه؟ يعني صوت مش متسجل. يعني انت لو فتحت دلوقتي التلفزيون والمذيع اتكلم، يبقى ده اسمه او اي في اس. اوكي. لو فتحت الراديو وفتحت اغنيه، يبقى اسمه او اي في اس. لو واحد بيتكلم في الراديو او بودكاست، يبقى او اي في اس، يعني صوت متسجل صوت كلام. ماشي. عشان ما تتوهش برضو نفسك كتير. طيب مثلا انت بقى في موسيقى او اغنيه، برضو هيبقى او اي في اس. اوكي. طبعا ده كله يا جماعه التاجات دي احنا بنختارها لو اكتر من نص ثانيه، اكتر من نص ثانيه. ماشي. يبقى انا ما بقدرش اختارها غير لما تبقى في نص المسافه بين اللي هي الرقم ده والرقم ده، بيبقى في النص كده، هو كل المسافه دي اتاخدت، يبقى هي دي بقى اعمل التاج ده. لو هو قليل واحد قال لك ها بس خلاص ما اختارهاش. ماشي. طيب في ايه تاني؟ اه, خلوا بالكم ان ساعات بيبقى في مثلا صوت انت في المطار، وطبعا المذيعه بتعمل اعلان تقول لك الطياره الفلانيه رحله كذا كذا مش عارفه ايه، دي برضو او اي في اس. اوكي. انت في شركه الاتصالات، بتشوف الموبايل بتاعك في مشكله او هتشتري موبايل جديد، ولقيت برضو رقم كذا يتوجه للشباك رقم كذا، او انت في البنك تيلر رقم كذا. ماشي. اللي هي الصوت بتاع المذيعة اللي هي بتقول اي اعلان في اي مكان عام، ده بنختاره او اي في اس. طيب في عندنا بقى التاج الاخير ده عبارة عن اسمه بي اي ال. في ناس كتير ما بتعرفش تنطقها، هي بي اي ال. بي اي ال يعني personal information. اوكي. مش عارفه ال دي بقى اختصار لايه، بس مش هتفرق، كنت عارفاها زمان في خط الذاكره. المهم زي ما انتم شايفين انا بعمل برضو التاج من غير اي سبيسز، من غير اي كلام، من غير اي حاجه. وبفضل الله دي بتتحط في السنسيتيف اند بيرسونال انفورميشن. يعني ايه سنسيتيف؟ يعني المواضيع الحساسه، او اللي هي الحاجات اللي شخصيه قوي، زي مثلا رقم الرخصه بتاعتك، رقم بطاقتك، رقم حسابك في البنك، الباسورد بتاعتك. بصوا في حاجات كتير قوي. في ناس طبعا بعض الحاجات دي ما بتعتبرهاش اصلا بيرسونال، بس هي بيرسونال. اوكي.
في بعض الناس في بعض المنصات لو اتقال الاسم ثلاثي او رباعي بتعتبره بيرسونال، وفي بعض المنصات تقول لك لا الاسم عادي. ماشي. في بعض المنصات تقول لك لو هو جاي اتكلم مثلا قال رقم البطاقه بتاعته، قال الرقم كله وبعديها في الوسط حد اتكلم وبعديها كمل الرقم، يبقى تفرغ الاتنين. ماشي. لكن لو هو كده كده الاتنين لازقين في بعض يبقى ما يتفرغوش، يبقى بي اي ال. اوكي. انا مثلا صدفتني حاله ان هو قال الكلام وبعديها واحده اتكلمت قالت كلمه، فاحنا عندنا في شو جيه جيه لو كلمه واحده، ركزوا يا جماعه عشان دي بتعمل مشاكل كتير قوي في الناس اللي بتتفرج في شو جيه جيه. لو كلمه واحده ما بتتقصش، لو كلمه واحده يعني انا مثلا هنا لو في عندي شكرا بس، لو عندي شكرا بس من غير لحضرتك، لو دي مش موجوده دي ما بتتفرجش. اوكي. ولازم طبعا نحط فول ستوب في الاخر، دي ما بتتفرجش. اديني بقولها مليون مره، ما بتتفرجش. بتتفرغ امتى؟ لو شكرا لحضرتك معلم عليها وافرغها. شو جايه جايه ما بتقبلش كلمه واحده، يعني ما بيقولكش تمام تروح مفرغ تمام، لا ما تكتب مادام كلمه واحده عد كده على ايدك، كلمه واحده خلاص ما تتفرغش، لا قصها ولا اكتبها. فاحنا عندنا زي ما قلنا البيرسونال انفورميشن ما بتتحطش جنبها اي حاجه، لازم لوحدها، واتاكد ان الحاجه بتاعتي معموله صح. طيب دلوقتي انت خلصت شغلك وكتبت كل الكلام المفروض تتكتب. اهم حاجه زي ما قلنا واحنا بنفرغ، لو لقيت اسم ماركه لازم تدخل على جوجل وتعمل سيرش عليها. مثلا عايزه اعرف كلمه بابجي مثلا بتتكتب ازاي، مثلا هروح كاتب بابجي، يا ترى هي اخرها بقى في اي، في جي في ما اعرفش ايه، اي حاجه من الحاجات دي. لا لا لا، انا اعمل ايه بدل ما اقعد اعمل تخيلاتي، لا احاول ان انا ايه ادخل واعمل سيرش عليها وهكذا. ماشي. اهم حاجه انك انت ما تسيبش حاجه انت مش فاهمها تكتبها. في بعض المنصات بتقبل انك انت يعني انت مثلا لو انت بتتكلم عربي يقول لك لو انت ما تقدر تعملها بالانجليزي اكتبها بالانجليزي، بس هي بتبقى كلمه واحده. ماشي. فايه، فانا دلوقتي لازم اتاكد ان ايه، ان الكلام مكتوب صح. طب كلمه انا مش عارف اكتبها بالانجليزي، ادخل على جوجل ترانسليشن اكتبها واتاكد ان كلامي صح، ما اقعدش افتي مع نفسي. انا دلوقتي بدور على مثلا بشتغل في الفورمولا او بشتغل على اي مثلا آه اللي هي اسمه ايه الكلاسيكو او الحاجات ديت اللي هي بتاعت الكوره، الماتشات الدوري. لازم ابقى ايه لو انا مش عارف اسم، لان في بيبقى اسم اللعيبه بالنيك نيم زي مثلا كهربا مش عارفه ايه، لازم اتاكد ان الاسم اللي انا بكتبه صح. بتاكد ازاي؟ برضو من جوجل. ماشي. ما بقعدش افتي مع نفسي، لو مش عارف اسال. طب انا دلوقتي بفرغ واحد بيبيع عربيات وعمال يكلمني عن العربيات وانا مش فاهمه هو بيقول ايه، ادخل على جوجل واشوف ماركه العربيه دي بتتكتب ازاي. بص يا جماعه، اللي انت هتقبله لنفسك اقبله لغيرك. الشركه دي اعتبرها زيك شركتك، وشوف انت لو جالك الشغل ده هتبص فيه ولا مش هتبص فيه من الاخر. طيب احنا دلوقتي خلصنا وعرفنا ان احنا مثلا عايزين نروح اي حاجه، بنروح رايحين ندوس على الارقام ديت بتوصلنا ايه للرقم اللي احنا عايزينه والليسته اللي انا عايزاها. لازم اتاكد ان كل الكلام مكتوب، هكتب من هنا او هكتب من هنا، المهم يبقى مكتوب، ما اسيبش اي حاجه فاضيه. طب في حاله ان انا جيت هنا اهوت، بصوا انا جيت هنا المنصه دي فيها حاجه حلوه انك انت لو كاتب الكلام ممكن انك انت ايه تحط اول كلمه، لو كلام بيتعاد انك انت تعمله باللي هي السهم فهينزل نفس الكلام تاني. ماشي. يعني انا مثلا عايز اختار مثلا اختار الكلمه دي، الناس اللي تبصوا واتكتبت اوتوماتيك. ماشي. فانا عن نفسي مثلا عايزه الغيها، اروح لاغيها. ماشي. الغي الكلام. ماشي. طب في عندي هنا حاجه اسمها all sigs. all sigs دي قصده all segment، اختصار ليها. زي ما انتم شايفين كل السيجمنت قدامي اللي انا عاملها كلها نازله. اهم حاجه ان ما يبقاش في اي علامه جنب السيجمنتس اللي انا عاملها. لو في اي علامه في السيجمنتس بصوا بيبقى شكلها ازاي، بصوا بتبقى فيها علامه حمراء عليها، ده بيقول لك ان السيجمنت دي مش مكتوب فيها كلام زي اللي احنا واقفين عليها دلوقتي. لو انا هكتب فيها الكلام بصوا اتشالت العلامه ايه الحمراء، شلت الكلام اتعملت ايه حمراء.
خلوا بالكم عشان المنصة دي لما انا بدخل هي كل 10 يعني انا كل صفحة ب10. لو انا دخلت على ال10 دول بصوا، لو قفلت لازم تدوس عليها تاني or 6 عشان ايه يتقفل السيجمنتس كلها. بصوا انا من 1 ل7، لكن هي المفروض موجود هنا 10 اشكال، 10 مقاطع صوتية. فلازم احرك المسطرة بتاعتي زي ما انتم شايفين، المسطرة الجراي الصغنونة دي بحركها يمين شمال فوق سوري فوق تحت لحد ما اجيب اتاكد ان ال10 كلهم ايه شغالين. طب انا مش ما خدتش بالي وفي حاجات نسيتها، لازم قبل ما اقفل اتاكد ان كل السيجمنتس ما عليهمش اي علامه وكلهم شغالين ورا بعض بيرفكت ومفيش اي مشكله في الحياه. ماشي. بصوا الحاجات البسيطه اللي احنا بنقولها دي ما نضيعش فيها وقت. فعلا في ناس ما بتعرفش تشتغل بسبب الحاجات دي اللي احنا بنقولها دي. اهم حاجه انت خلاص خلصت، تاكد ان حاجتك جميله. اهم حاجه يا جماعه بليز بليز ما تقفلوش الا لما تتاكد 1,000,000% انك انت اشتغلت صح، لانك انت شكرا جزيلا. مع السلامة. لانك شكرا انت جزيلا. مع السلامة. شكرا جزيلا. لو اشتغلت غلط مش هتاخد فلوس، وهتقعد مستني على الفاضي، هيفوت شهر 2 3 وانت ما بتاخدش فلوسك عشان شغلك غلط. لحد ما يجي واحد بقى ربنا يكون بيعزه يشتغل لك شغلك البايظ، فالشركة تقبل انها تديك فلوسك، لكن الشركة ما بتديش شغل غلط. حطوا في بالكم الموضوع ده. انا خلاص خلصت وتأكدت ان انا راجعت. لازم تراجعوا سيجمنت سيجمنت. تسمع مهما كنت بيرفكت في المراجعة هتكتشف ان في حاجات كان المفروض تعملها او حاجات ما بتعملهاش. خلصت خلاص، اتأكد من الليدر بتاعك هو قال لك اوكي ابعت، اروح عامل السبميت وادخل على التاسك اللي بعده، ونسأل الله من فضله ونقول يا رب يبارك لنا في حياتنا وفي شغلنا ويعلمنا من علم. كده هيفتح التاسك جديد خالص. هنا اهو زي ما قلنا عدد التاسكات دي، التاسكات اللي انا خلصتها. طبعا انا ما خلصتش لسه الا لو حط التاسك ده عشان احنا لسه مخلصينه فهيبقى 1. اهو بصوا انا خلصت تاسك فعمل لي 1 و300 فاضل مساء من الخير، التاسكات ميرفت مع كلها مساء بتاعت. الخير، ميرفت كان مع زمان بيبقى حضرتك منزل اتشرف لك تاسك بيكي. على قدك مساء الخير، الباتش ميرفت مع بتاعك على كل يوزر نيم، بس اعتقد دلوقتي كله بتاع. زي ما انتم شايفين بدأ يعد من اول وجديد، ان بدأت المنصة تبدأ ورحت فاتحة هنا اهوت. بصيت لقيت فاضل لي 4 ايام وهما بيديك 5 ايام بالظبط. اوكي، الا اذا الليدر قال لك لا، يبقى انا هاجي اروح جاي اتاكد ان ايه، ان اعمل مساء الخير، ميرفت مع حضرتك اتشرف بيكي. مساء الخير، ميرفت مع واروح كاتب الكلام ونبدا من اول جديد. مساء الخير ميرفت مع حضرتك. ما تنسوش اللزقه الفاصله في اللي قبلها. اتشرف اهلا استاذه ميرفت، اتاكد ان انا مش ضايفه كلام كتير ملوش اي وجود في الحياه. مش بيكي يا لا، هي بيكي انا من غير مريم كسره، معاكي. ما تكتبش اي كسرات ولا اي حاجه. مريم معاكي. غير التنوين بس أستاذة الفتح ميرفت، هو اللي أنا بيتكتب مريم. في الحرف اللي قبل الاخير، والهمزه والت المربوطه بالتنوين الفتح عليها. اتاكد من همزه القطع وهكذا وهكذا واتاكد. خلوا بالكم ان المنصه دي ما بتقبلش غير 8 ثواني، مش هتقبل انك انت تشتغل غير انا مريم معاكي. انا كنت بصوا اهلا استاذه ميرفت، انا مريم معاكي. اهلا استاذه ميرفت، انا مريم معاكي. اهلا استاذه ميرفت، انا مريم. بصوا انا مجرد ما بقف هنا بتلاقوا في ديوريشن تحت، انا مش عارفه اتحرك عشان هتتحرك معايا. صراحة الحاجات الديوريشن اللي اتفتحت تحت دي 5.9. فانا ايه اقدر اقف هنا اهوت وازود شويه لان هو قال لي ماكسيمم 8، بس الماكسيمم ال8 بتاعتي بصوا بقت 7. الماكسيمم ال8 بتاعتي دي اهم حاجه ما تبقاش ظاهره ال8، يعني كلمه 8 دي مش موجوده، يبقى انا اوقف عند 7.99. ماشي. طب اوقف ازاي واعرف ازاي اقص السيجمنت؟ ان لازم يكون المعنى اكتمل. المعنى اكتمل، يعني لو هو هيبدا في كلمه في جمله جديده. صراحة الحاجات جروكم من فترة، وصراحة الحاجات جروكم من فترة، وصراحة الحاجات جروكم. بصوا هي بتكمل كلامها وراحت ايه واقفه. خلوا بالكم لو في عندك يعني تفكير كتير قوي كده، المفروض انك انت تشيله
من السيجمنتس بتاعتك وتعمل قبل وبعد. ماشي، صراحة الحاجات جت. صراحة الحاجات تتأكدوا ان كل سبيكر في سيجمنت لوحده، ما ينفعش احط 2 سبيكر في نفس الوقت، يا اما هعمل لهم اوفرلاب، واذا المنصه بتاعتي ما بتكتبش الاوفرلاب يبقى هعمل اللي هو السيجمنت بتاعت الاوفرلاب. ماشي، ربنا يوفقكم ويزيدكم من فضله ويفضلكم بفضله.